هذا التاريخ لن أنساه أبدا. 12/11/1426 في تمام الساعة تقريبا 9 مساء أتت رسالة على الجوال: انتقل إلى رحمة الله الشيخ الدكتور علي عبد الله جابر إمام الحرم. حقيقة استرجعت إنا لله وإنا إليه راجعون، وبدأت أفكر كيف أن يكرمني الله عز وجل بغسيل الشيخ. كانت أمنية ودعوت الله عز وجل مخلصا له: يا رب وفقني لأن يكرمني بغسيل الشيخ. كانت بجانب الوالدة الله يحفظها، قلت يا أمي ادعي إن الله عز وجل يكرمني بغسيل الشيخ. بدأت الاتصالات مع الشباب: الشيخ فين موجود جثمان الشيخ؟ فاكتشفنا أنه في إحدى المستشفيات الخاصة في جدة. ففورا أرسلنا إحدى السيارات من المغسلة، وصلت كان الزحام شديد حقيقة. فطلبت من الأخ اللي في السيارة أن يوصلني بأحد أبناء الشيخ، فكان عبد الله ابن الشيخ. تكلمت مع عبد الله، قال: يا شيخ حقيقة الوضع مربك جدا الآن ولا نستطيع أن نتكلم مع أي أحد، فأعتذر منك. فدعوت له ودعوت للشيخ وانتهى الاتصال، وأنا في هم وفي أمل أن يكرمنا الله بغسيل الشيخ. تقريبا اليوم الثاني في الساعة 8 صباحا إذا باتصال يأتيني من ابن الشيخ أخونا الأستاذ عبد الله، ويقول لي: الآن إذا تريد أن تحضر الآن أحضر، احنا جاهزين ونبغى نخرج الشيخ. فكبرت وفرحت جدا، أرسلت سيارة إلى الشيخ، وصلت عند المستشفى إذا بالكادر الطبي كامل والإداري في المستشفى يقف عند بوابة المستشفى. أخرجنا الشيخ من الثلاجة وتوجهنا إلى المغسلة. بمجرد أن وصلنا إلى المغسلة أنزلنا الشيخ، أخرجت كل الشباب من غرفة الغسيل، بقينا 3، أنا وأحد المغسلين وابن الشيخ عبد الله. بعد أن أغلقنا الباب مع الربكة رأيت الشيخ، كان اللي ما يعرف الشيخ ما قد رأى الشيخ رحمه الله، كان عظيم البنية عظيم الجسد. فلما رأيته هممت أن أعود للشباب يساعدون في حمل الشيخ من الأرض ووضعه على طاولة الغسيل، لأن الشيخ كان كبيرا. فاتفقنا أنه نجرب نحمل الشيخ. فعندما حركنا النقالة إذا ولا كان موجود أحد على هذه النقالة، سبحان الله. ولا في الوضع الطبيعي النقالة هذه لا يحملها إلا 6. فحملنا الشيخ ووضعناه على طاولة الغسيل. كان عبد الله يقف عند رأس الشيخ وأنا عند يمينه والأخ الآخر عند يساره. عندما كشفنا الشيخ وإذا بابتسامة عريضة على وجه الشيخ حتى أن أسنانه تظهر. فبدأ عبد الله يبكي، عيناه تدمع. فقلت: يا عبد الله والله أنا لا أعرف الشيخ شخصيا، لكن هذه ابتسامة واضحة جدا. المفاجأة لم تكن هنا. المفاجأة عندما وضعت يدي على جسد الشيخ إذا بالجسد ليست فيه برودة، برودة خفيفة، إنسان مات قبل قليل. فالتفت إلى عبد الله قلت له: الشيخ من متى دخل الثلاجة؟ قال: يمكن له 12 ساعة. سبحان الله ما كانت فيه برودة. الأعجب ليس هنا، الأعجب عندما بدأنا بنزع ملابس الشيخ، عندما مسكت يد الشيخ إذا بها تتحرك لينة جدا كأنه الآن توفي، وهو 12 ساعة في الثلاجة. للذي لا يعرف هذه المعلومة، الإنسان إذا دخل الثلاجة، الميت إذا دخل الثلاجة من 1.5 ساعة إلى 2 ساعات يصبح كالخشبة، لدرجة أنك لو ضربت على بطنه لسمعت صوتا كأنك تضرب على لوح زجاج بارد. والشيخ جسمه يتحرك بكل ليونة. فأصبحنا نغسل، ليس عبد الله وحده الذي تدمع عيناه، بل جميعنا تدمع عيوننا أثناء غسيل الشيخ. فكانت كرامة عظيمة للشيخ رحمه الله. انتهينا من الشيخ من غسيله وتجهيزه، ثم انتقلنا إلى مكة. طوال الطريق ونحن نمشي المواكب خلفنا لا تنتهي، الناس تتجاوز ثم تنظر إلى السيارة وتشير لنا: هل هذه جنازة الشيخ؟ نقول: نعم. يعودون حتى أصبح الخط أمامنا فاضي والناس وراءنا طويل، موكب طويل جدا. وصلنا إلى الحرم قبل صلاة العصر، ثم دخلنا الحرم ودخلنا الشيخ لا تعد ولا تحصى. صلينا العصر ثم صلينا على الشيخ. لم نستطيع أن نقترب من جنازة الشيخ، لدرجة أنه أخبرت الشاب اللي معي: ما نستطيع نتبع الجنازة، نسبقها إلى السيارة. الجنازة تدور في بحر، سبحان الله. حتى وصلنا إلى سيارة النقل الجنائز، وضعنا الشيخ، ثم انتقلنا إلى مقبرة الشرايع. طبعا ما استطعنا أن نمشي في الطريق إلى أن أتى
رجال المرور وفتحوا لنا الطريق من زحام الناس حتى وصلنا إلى مقبرة الشرايع، ووارينا الشيخ في مقبرة الشرايع.